Our bodies actually need to get protein every day because we can't store extra protein for later like we do with fats or carbs. عاملين ايه؟ في ناس كتير جدا فاكرة ان كلمة بروتين يعني جيم، عضلات، تشيكر او مراية، بس الحقيقة ان جسمنا محتاج بروتين حتى لو اخر علاقتنا بالرياضة هي سلالم الكلية. ليه بقى؟ البروتين مش بس بيبني عضلات، ده كمان بيجدد الجلد والشعر وبيقوي المناعة وبيساعد في تكوين الهرمونات والانزيمات اللي جسمنا محتاجها عشان يعيش بشكل طبيعي. وده مش كلامي انا بس، ده طبقا لتوصيات ال WHO والدايتري جايد لاين، يعني جسمنا حرفيا محتاجه كل يوم والا الخلايا الجديده مش هتتبني صح. طيب نرجع لنقطه مهمه، في ناس تقول طيب ماشي بس انا باكل رز ومكرونه وعيش كتير. لا، ده كارب، لكن البروتين لازم يبقى ليه مكان ثابت في كل وجبه، حتى اضافه بسيطه بتفرق جدا. بيضة زيادة على الفطار، حتة جبنة قريش او شوية حمص او حتى كوباية لبن. والحاجة الظريفة ان البروتين كمان بيشبع اكتر عن الكارب، يعني بتاكلي اقل وبتشبعي اكتر. طيب بقى نعمل نفكر كل وجبة فين البروتين حتى لو حاجة بسيطة، ونحاول ننوع من البروتين الحيواني زي اللبن والبيض والسمك، والبروتين النباتي زي العدس والحمص. ومش لازم كميات ضخمة، لكن الاستمرارية هي السر. وفي الاخر البروتين مش بس للرفاهية ولا بس للرياضيين، ده اساس لصحتنا ولشكلنا وشعورنا طول اليوم. لو حسيتوا ان المعلومة دي فادتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونكمل الرحلة دي مع بعض خطوة بخطوة ومن غير فزلكة. واستنوني الحلقة الجاية. باي باي.